السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وهنا وكل حاجة حلوة في الدنيا. جايلكم في فيديو جديد ويوم جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايب قلبي اللي لسه مشتركش في القناة ينزل يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل فيديو جديد انا بعمله، وتحطوا لي اللايك اللي بيشجعني ان اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر، وتكتبوا لي بقى كومنت قمر من كومنتاتكم الجميلة اللي انتوا بتكتبوها لي. جايلكم النهارده يا اخواتي وهنعمل مع بعض اكله جميله جدا جدا، وكمان اكله من الاكلات اللي ممكن تاكليها بكذا طريقه يعني. فاول كده حاجه عملتها في اليوم، طبعا هنا كنت لسه صاحيه من النوم وسام طبعا كانت بتصحى، بسام بتصحى معايا طبعا. فكنت صاحيه من النوم وقلت بقى نعمل ايه، اعمل الشاي علشان افطر انا وبسام يعني. آه ف آه اللهم صل على سيدنا محمد. كله ينزل يصلي على النبي يا جماعه في الكومنتات. صلوا على النبي كتير جدا في اليوم. المهم يا اخواتي ان انا ولعت على البراد، يعني عشان اعمل لي كوبايه شاي انا وبسان. وهنا بقى كنت شلت المواعين اللي كانت متصفيه، يعني شلتها عينتها مكانها، وكان في كوبايتين كده في الحوض وازازه ميه كانت عايزه تتغسل. يعني ايه، كان في مواعين بسيطه جدا في الحوض، فقلت برضو اعملها والشاي كده متولع عليه. فغسلت المواعين وحطيتها برضو تتصفى. ده كله والبراد انا ايه موطيه عليه، موطيه النار عليه علشان ايه اعمل كل اللي ورايا في المطبخ، يعني قبل ما اقعد افطر، لان انا بقعد افطر فتره طويله. يعني ايه، بقعد لغايه ما بيسان ترضى عليا وتسيبني ان انا اقوم اعمل حاجه في المطبخ يعني. فعشان بستغل اي فرصه وانا واقفه في المطبخ اعمل اي حاجه، يعني ايه اخلي المطبخ نضيف قبل ما اقعد. فزي ما قلت لكم هنا جيت غسلت المواعين كلها اللي كانت موجوده في الحوض وهامله الازايز دلوقتي. انا بقى يا جماعه كنت زي ما قلت لكم خلصت كل المواعين وسبتها بقى تتصفى. انا اول باول المواعين اللي بتتصفى بشيلها وبعمل مواعين تانية. طول ما انتوا واقفين في المطبخ يا جماعه هتلاقوا نفسكم بتعملوا مواعين، ما تعرفوش بتيجي منين اصلا المواعين دي. المهم جيت هنا بقى جبت الكبد اللي محمد كان جايبها لي وقلت بقى اعمل لها ايه. المية النقع يعني اللي انا بسيبها فيها شوية، دقيق، بحط دقيق وليمون كتير، بحب الليمون يعني في مية النقع. بيشيل يا جماعة الزفارة كلها من الفراخ، من اي حاجة انت جايباها من عند بتاع الفراخ. وبحط كمان ملح وبحط شوية مية صغيرين فيها. وجبت بقى جبت هنا بقى الكبد يعني والقوانص اللي محمد كان جايبها لي. انا يا جماعة انا ومحمد مش بناكل القوانص خالص، بس هي بيسان مش عارفة طالعة لمين وبتحب القوانص جدا. وهي هي كمان مش بتاكل الكبد، يعني احنا مش بناكل قوانص وهي مش بتاكل كبد. فبنجيب الكبد لينا والقوانص ليها. جيت انا بقى تحت الحنفيه مسكت واحده واحده من الكبد وقعدت نضفتها كويس جدا وشلت الحاجات اللي زايده فيها يعني اللي عايزه تتشال. وفي حته كده بتبقى في الكبده مش عارفه اسمها ايه، جماعه ناسيه اسمها خالص دلوقتي، فبشيلها برضو بستغنى عنها لان احنا مش بناكلها. آه، وكان في حد يا جماعة قال لي ان الحاجة اللي انتي مش بتاكليها ممكن تجيبي، ممكن تسويها معاكي في الاكل وتحطيها مثلا وانتي نازلة رايحة مشوار، تحطيها للقطة مثلا في الشارع يعني. فهي فكرة حلوة جدا، وانا باذن الله هعملها بعد كده. فسبتهم بقى، سبت الكبد والقوانص في مية النقع اللي هي الدقيق والليمون والملح، سبتهم شوية لغاية ما عملت الشاي. هنا ما كنت بعمل الشاي ليا والبسان. انا طبعا عملت ده كله والشاي كان متولع عليه. فصبيت بقى اللهم صل على سيدنا محمد الشاي وسبته وهسيبه برضه دلوقتي. وهاجي بقى اعمل التتبيله بتاع الكبد. يعني انا قلت ايه، بدل ما اروح افطر ولسه الكبد ما حطتش في التتبيله، فانا عايزاها تفضل في التتبيله في أو يعني ايه اكتر وقت ممكن. فجيت دلوقتي بقى هتبل الكبد. جبت بصلايه كده كبيره. كمان عايزه اقول لكم ان البصل وانا بقشره يعني هو يبان من بره ان هو جميل ما شاء الله وحلو ويلمع كده، بس تيجي تقشريها من جوه تلاقيها بايظه. يعني انا اكتر البصل انا رميته اصلا. فقشرت البصلايه وبشرتها بالمبشره. انا ممكن اعملها في الكبه بس انا مش عارفه، بس انا ما بحبش الكبه اللي عندي اصلا، هي كبيره كده على الفاضي ومش عارف مش حباها. فانا بستسهل يعني المبشره. فجبت البصلايه وبشرتها زي ما قلت لكم وحطيت عليها توابل ملح وفلفل اسمر وحبهان مطحون وبهارات فراخ ونص مرقه دجاج، لان هاخد النص التاني هعمل برضو حاجه تاني انتوا هتشوفوها. وبابريكا، حطيت بابريكا
بصوا يا جماعه، اي توابل عندك، يعني التوابل دي على حسب ما انتي بتتبلي ازاي. بس يا جماعه، وجبت هنا بقى الكبد بعد ما سبتهم شويه في الدقيق والليمون زي ما قلت لكم، غسلتهم تحت الحنفيه تاني وحطيتها في التتبيله وقلبتها كده في التتبيله شويه. بصوا يا جماعه، بعد كل حاجه بغسل ايدي بالخل. ودلوقتي بقى خدتها عينتها في التلاجة، ورحنا فطرنا انا وبسان وقعدنا فطرنا. وبعد ما فطرنا بقى بشويه كده، جيت بقى علشان اقطع البطاطس. يا جماعه انا مش فاكره قلت لكم ان احنا هنعمل صينيه بطاطس بالكبد ولا لا، يعني انا مش فاكره اصلا. بس المهم يا جماعه ان احنا هنعمل صينيه بطاطس بيضه بالكبد، بيضه دي اللي هي من غير صلصه، الصلصه الحمراء يعني. فجيت هنا بقى قطعت اربع بطاطسات كده. وبعد ما قطعتهم يا جماعه، هقطع كمان عليهم اتنين. انا متعوده يا جماعه ان انا بعمل الاكل ليا انا ومحمد بس. انتوا عارفين ان انا لسه مش مستوعبه ان بيسمع معانا. بعد ما قطعتهم وسبتهم في الميه شويه كده، قلت لا، دول شويه قوي يعني. اعمل شويه لبسان، ممكن لو شويه يباتوا علشان بيسان كده، لو بيسان تاكل بالليل تاني. بس هي اصلا بيسان متعبه جدا في اكلها، يعني عايزه اقول لكم ان بيسان اصلا في اليوم ده ما كلتش معانا على الغدا كده عادي، لا هي كلت حوالي الساعه 10 بالليل لما جالها نفسها، مش عارفه ليه، مع انها فتره اصلا معايا شاي بسكوت. بس هي زي ما قلت لكم قبل كده ان بيسان صعبه جدا في اكلها، او انا ما عودتهاش يعني على الاكل من بدري، مش عارفه. المهم يا جماعه ان انا خلصت البطاطس وسبتها منقوعه، وجيت هنا جبت بصلتين كمان. ودلوقتي بقى هقطعهم شرايح كده. مش عارفه اسمها شرايح ولا جوليان. المهم يا جماعه ان اقطعها شرايح كده. قطعت بصلتين كبار برضو. يا جماعه لو وصلتوا لغايه هنا، عايزاكم تقولوا لي وصفاتي اللي انا بعملها للاكل بتعجبكم ولا لا، بس بجد انتوا لو كلتوا صينيه البطاطس بالكبد دي مختلفه جدا. نسيت اقول لكم يا جماعه ان يعني من حلاوه صينيه البطاطس دي ان انتي ممكن تعمليها بالفراخ. آه ب اللهم صل على سيدنا محمد. بالكبد. بالجناح، ممكن تشتري من عند بتاع الفراخ أجنحة، بس بتعمل برضو بالأجنحة. بتعمل بالفخاد، فخاد الفرخة، فهي بكذا طريقة يعني بتتعمل وبتبقى حلوة جدا، ايا كان بقى انتي بتحبي ايه في اللي انا قلته ده كله. بتتعمل بكل حاجة يا جماعة، وهي يعني بتطلع حلوة جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم ان انا على طول يا جماعه، وبتتعمل كمان باللحمه المفرومه. تعملي لحمه مفرومه برضو على صينيه البطاطس، بتبقى حلوه جدا. محمد برضو بيحب صينيه البطاطس باللحمه المفرومه جدا. فيا جماعه هي بتتعمل بكذا طريقه زي ما قلت لكم، وكل الطرق بتطلع حلوه. جيت هنا بقى يا جماعه، زي ما انتم شفتم قطعت البصل وعليه فلفل، وحطيت ملح وفلفل اسمر ونص المرقه اللي احنا سيبناها قبل كده. قلبتهم مع بعض كويس جدا، وجبت البطاطس حطيتها عليهم برضو، قلبتهم مع بعض كويس جدا. هنا بقى كنت جبت الكبد اللي كانت في التلاجة وحطيتها برضو عليهم. عايزه اقول لكم يا جماعه ان الصينيه طلعت صغيره جدا، وانا كسلت انقلها في صينيه تانية، قلت لا مش هوسخ صواني تاني، فخلاص هي كفايه كده. بس هي طلعت صغيره جدا. وغرقت بقى البوتاجاز وهي بتغلي على النار، فهي الغلط كان غلطي من الاول. هنا بقى كنت حطيت الكبد وجبت طماطم، بحب احط طماطم من على الوش جدا. عايزه اقول لكم ان بيسان برضو بتحب الطماطم اللي بتبقى على الوش دي جدا، تحب البطاطس المستويه يعني، هي بيسان طالعه زي في الحته دي. وبعد ما قطعت الطماطم جبت برضو فلفل، احنا طبعا حاطين فلفل في الارضيه مع البصل. وبحب برضو احط فلفل على الوش. هنا بقى يا جماعه البرطمان السمنه دي كانت ماما مديهولي برطمان سمنه بلدي من عندها يعني. وحطيت برضو شويه من على الوش، وحطيت شويه زيت، الزيت بتخليها تلمع. وحطيت كوبايه ميه علشان ما تتلسعش من تحت يعني، بس وعلقت عليها يا جماعه. والله يا جماعه اسهل طبخه ممكن تعمليها، وسهله جدا، ومبتاخدش وقت خالص، مبتاخدش وقت خالص. وبرضو كنا هناكلها جنب رز ابيض يعني. فجبت الرز غسلته كويس جدا، وحطيت برضو سمنه بلدي وزيت وشويه ملح بس. وحطيت له طبعا عقده، اللي هو اللي حطيت له الميه بتاعته عقده يعني، وولعت عليه. لما يتشرب الميه منه هوطي عليه بس يا جماعه. وده كان شكل الرز، كان مفلفل وريحته تحفه من السمنه البلدي، وطعمه اتحف فحلوه جدا. ودي صينيه البطاطس بعد ما خلصت. انا مش عارفه يا جماعه الاضاءه كانت عامله ليه كده.
بس بجد وصفة حلوة جدا، واللي هيجربها يا جماعة واللي بياكلها اصلا وبيحبها يقول لي في الكومنتات. اشوفوا وشكوا على خير في فيديو جديد.